بصوا هنعمل النهارده محشي بصل. محشي البصل مش كل الناس عارفاه، بس هو اللي جربوه عارفين ان هو محشي عسل ملوش حل. حابه اوريكم برضو سواه عامل ازاي. شايفين المنظر، شايفين شكل المحشي، يعني هي بتتاخد على البق ما ينفعش ترجع تاني. بصوا اول حاجه معانا نجيب حله كده نسخنها على النار وننزل فيها بمعلقه كبيره سمنه، وننزل عليها باللحمه. ده كيلو لحمه. خلاص كده اللحمه اتصدمت واتشوحت معايا. ننزل بقى بجزرايه وبصلايه، 3 فصوص حبهان وفلفل اسود بس. نضيف بقى عليها دلوقتي الميه المغليه. بصوا مهم قوي في محشي البصل برضو قبل ما نشتغل فيه او اي حاجه، تجيبوا البصلايه كده تكون كبيره ومدوره. يعني لو البصلايه مستطيله او طويله لتحت كده شويه، لا مش عايزاها، انا عايزاها طويله او مدوره. بصوا بنقطع البصلايه كده من فوق، شايفين الحته اللي فوق دي بس كده بنشيلها، ومن تحت برضو الحته اللي من تحت دي بنشيلها. نحط فيها بس كده حز بالسكينه، واضحه معاكم في الكاميرا اهي. ولو في قشر او حاجه بره بقشرها كده بايدي من غير سكينه. بصوا بحزها بالسكينه كده لحد الا ربعها كده. بصوا جبت كده حله على النار فيها ميه سخنه، واحط على الميه السخنه معلقه صغيره ملح، وننزل بقى بالبصل بتاعنا كده في الحله ياخد معانا سلقه. بصوا خلطه المحشي بقى، نجيب طاسه سخنه كده على النار وننزل فيها بشويه زيت، ونضيف عليهم معلقتين كبار مليانين ليه مبشوره. اللي والزيت ريحتهم طلعت كده على النار، انزل عليهم ببصلتين وسط مفرومين. انزل بقى دلوقتي بعصير الطماطم، ده نص كيلو عصير طماطم مضروبه في الخلاط ومتصفيه. وننزل عليهم برضو بمعلقتين كبار مليانين صلصه. التوابل بتاعتنا بقى ملح، فلفل اسود، بهارات، بابريكا. انزل عليهم بالرز مغسول ومتصفي، مغسول بس مش منقوع ولا حاجه. بصوا تقلبتين 2 بس كده بالعدد، وبطفي النار على طول. بستنى لما تهدى كده شويه، حاجه بسيطه، وبعدين اضيف الخضره. ما بحبش اضيف الخضره ولا وهي على النار ولا وهي سخنه، عشان ما تتبلش كده. يعني عايزه الخضره طعمها حلو ولونها كمان اخضر فريش حلو. دي خضره محشي مشكله، يعني شبت وبقدونس وكزبره. نطلع بقى البصل معانا كده. بصوا نطلعها كده بالراحه من غير ما نبهدلها، لان هو ده الورق اللي هيتلف. بصوا اهي اول ورق اهي، شايفين. بصوا فككت البصل كله بالشكل ده كده. اللحمه كده اتسلقت معايا، احط عليها رشه فلفل ورشه ملح. نرص اللحمه كده، وجزرايه برضو قطعتها شرايح. قلوب البصل برضو اللي هي اللي ما اتحشتش دي، لو حابين تحطوا منها وحدتين كده. بصوا نجيب البصلايه كده نحط فيها شويه خلطه. شايفين اسهل منه في الدنيا مفيش، واطعم منه برضو في الدنيا مفيش. شايفين شكلها بيبقى عامل ازاي؟ عسل بونبوني يا اخواتي، مش محشي. بصوا شويه رز كده، بصوا نلفها. والله العظيم ما فيهوش اي صعوبه خالص. بصوا مهم قوي وانتوا بترصوا، لو في واحده كبيره كده، يعني الكبير خلوه لتحت والصغير ده خلوه من فوق كده خالص. بصوا نجيب بقى الميه او الشوربه اللي هنسقي بيها المحشي. انا طبعا عشان عامله لحمه ففي شوربه. بصوا نحضر بقى الميه او الشوربه اللي هنسقي عليها المحشي، وعليها صلصه ومعلقه من دبس الرمان، ونحط شويه ملح وشويه فلفل. نسقيه بقى كده، نغطيهم بقى كده عشان نقفل البخار عليه خالص. نقلب بقى المحشي كده. خلاص كده محشي البصل خلص معانا، والله بمنتهى الامانه طعمه حلو حلو حلو، طعم طعامه. بصوا طعامته مش عاديه. وقت السوا بالظبط بيقعد ساعه وربع وهو متغطي على نار هاديه شمعه، كاني بعمل رز. يعني اول حاجه بديله غلوه كده شويه، وبعدين بغطي وبوطي لمده ساعه وربع.